السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في قناتكم قصرة بالون. فيديو جديد. صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير، تقبل الله منا ومنكم وغفر لنا ولكم. جيتكم في هذا الفيديو. الفيدرالية حطت سيبون مباراة ودية رسمية مع المنتخب السويدي كما راكم تشوفوا في التصويره في الفيديو. يوم 10 جوان 2025 هي المباراة الثانية مع المنتخب السويدي في هذه الحقبة هذه تاع 5 سنين توالى هذوما بملعب ستروبيري ارينا بستوكهولم. يسمى راح نعاودوا نروحوا للسويد ان شاء الله، وهذه الخطرة باذن الله ما راحش تكون النتيجة كما المباراة اللي فاتت، وان شاء الله برك رامي بن سبعيني ما يخرجناش بالبطاقة الحمراء. ان شاء الله يكمل هذا الماتش وان شاء الله نديروا نتيجه مليحه، لانه المنتخب السويدي راهو فايتنا في الترتيب، راهو في المرتبه 28 دوليا. الا ربحناه مثلا 1-0 ولا راح ندولو نقاط بزاف، تما راح نطلعوا مليح في ترتيب الفيفا. وان شاء الله برك المدرب بيتكوفيتش يوظف لنا لاعبين جدد ونشوفوا مباراة تكتيك ومباراة مليحة. حاجة ثانية، ماذا بينا احنا الاتحادية منا وجاي دير لنا مباريات كيما هكا مع منتخبات أوروبية ولا منتخبات آسيوية كيما الروس ولا كيما لاشين ولا منتخبات من أمريكا. ماذا بينا ما نبقاوش نلعبوا غير مع أوغندا وذوك اللي ربحناهم شحال من خطرة واللي باين اللعب تاعهم. احنا ماذا بينا نشوفوا منتخبات جديدة ما لعبناش معهم من قبل، منتخبات قوية، منتخبات عندها تكتيك، منتخبات كبيرة سواء في أوروبا ولا كما قلت لكم في أمريكا ولا في آسيا على هلالة. وحتى منتخبات عربية ولا إفريقية اللي تكون الدوني مليح واللي تكون عندها تكتيك مليح. أعطونا رأيكم في هذه المباراة خوتي، وهل تتوقعوا أن المنتخب راح يحقق نتيجة إيجابية مع منتخب السويد؟ نظن هي مباراة ثأر باينه هذه، ان شاء الله راح نديروا نتيجه مليحه. وكل واحد يكتب لنا في التعليقات وشنو هو المنتخب الاوروبي ولا اللي راهو حاب المنتخب الوطني تاعنا يلعب ضده. انا شخصيا ماذا بيا نلعبوا كونتر كرواتيا، لانه المنتخب تاعهم الله يبارك يعني يلعب كره قدم جميله. من المنتخب الكرواتي وسط الميدان تاعو مليح بزاف، يعني راح يخليك تلعب بالون، ما راحش يبقى اللورا ويبلوكي لك اللعب. المهم خوتي هذا هو الفيديو خفيف ظريف، ان شاء الله يوم 10 جوان نشوفوا مباراة المنتخب الوطني مع المنتخب السويدي في السويد. يعطيكم الصحة خوتي المشاهدة، السلام عليكم.